النهارده هو أول يوم ليا كدكتور. صحيت تقريبا حوالي الساعة 6:30، أخدت دش سريع وصليت وبعد كده بدأت أجهز، ومادام لبست السكراب وسع الطريق يا ابني عشان الدكتور داخل. بسم الله، نبدأ رحلة جديدة. البدايات دايما فرصة جديدة إننا نتنفس، إننا نحلم، لو كانت بداية رحلة أنت تعبت سنين عشان بس تبدأ. وصلت المستشفى والأول مرة أنا هكون جزء صغير من المسؤولين عن المرضى. استلمنا التاسكس بتاعتنا من النواب واللي كانوا لزاز بصراحة ومتفهمين إن لسه أول يوم، وكدكتور امتياز بيبقى جزء كبير من مهامنا شغل إداري المفروض هدفه إننا نفهم نظام المستشفى ماشي إزاي. وأول كام ساعة من يومي كانت كلها مشاوير لقسم الأشعة. بعد كده أخدنا أول بريك عشان نفطر ونشرب قهوة، وكنت محظوظ بصراحة إن أصحابي اتقسموا معايا في نفس الروتة ودايما هما بيخلوا الرحلة ألذ. بعد كده صليت وكان عندي مشوار للإدارة عشان المستشفى تعترف بينا كدكاترة، وبعد كده رحنا الطوارئ. المفروض الشيفت بتاع النهارده من 8 ل 8، بس الصراحة ما كانش فيه أرخم من المشاوير اللي بتخلص في الشمس. بعد حوالي 10 ساعات تقريبا الساعة 5 أخدنا بريك عشان